بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. حلقة اليوم سوف نخصصها إلى للزيارة أو زيارة رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب بتكليف من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الزيارة نحو دولة النيجر، طبعا برفقة الوزير الأول، مجموعة من الوزراء يتقدمهم وزير الطاقة والمناجم السيد عرقاب، وكذلك وزير الداخلية السيد سعيود. طبعا في أجندة هذه الزيارة ثلاث مشاريع استراتيجية. المشروع الأول وهو الطريق المعبد نحو العمق الإفريقي، وهذا الطريق طبعا يأتي في إطار إحياء طريق الوحدة الإفريقية الذي يعود تاريخه إلى عهد الرئيس هواري بومدين رحمه الله. وأعتقد أن إنشاء طريق مثل هذا في العمق الإفريقي سيشكل قاعدة أساسية في المجال الاقتصادي أو تبادل المنتوجات، وكذلك في المجال الاجتماعي، حيث الطريق سيحيي الكثير من المناطق سواء في الصحراء الجزائرية أو في الصحراء النيجيرية وفي بقية المناطق الصحراوية الإفريقية، إذا الطريق طبعا امتد إلى العمق الإفريقي. بطبيعة الحال هذا الطريق سوف يسهل حركة المسافرين وحركة البضائع. المشروع الثاني هو مشروع الألياف البصرية الذي تتكفل به الدولة الجزائرية في دولة النيجر، وهذا المشروع طبعا له أهمية استراتيجية كبرى في مجال الاتصال والتواصل. المشروع الاستراتيجي الثالث يتعلق بالانطلاق في إنجاز خط أو أنبوب الغاز نيجيريا النيجر الجزائر. وهذا طبعا المشروع هو مشروع طبعا ضخم، وعلقت عليه الصحافة العالمية كثيرا، وكذلك علقت عليه الصحافة الأوروبية بالدرجة الأولى، حيث سيوفر هذا الأنبوب كميات معتبرة من الغاز نحو أوروبا. وهذه المشاريع بالتأكيد أنها تعزز إن صح التعبير السوق العالمية، وتعزز كذلك العلاقات بين الشمال والجنوب والجنوب جنوب. كما سيفك هذا إنجاز هذا المشروع الحديث الذي لطالما سوقته الجغرافيا الغربية بأن المشروع سوف ينطلق من نيجيريا على ساحل المحيط الأطلسي ثم إلى إسبانيا أو غيرها. فالمشروع إذن في طريقه إلى التجسيد بعد هذه الزيارة التي يقوم بها حاليا الوزير الأول الجزائري غريب سيفي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.